السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي داير البوس وداير الجدل في عدد من الدول العربيه، وحتى عندنا في المغرب بداو ناس كيسولوا كيقولوا اش واقع مع بلبل؟ واش بصح كاين شي خطر؟ واش ناكلوا من عندهم ولا نحبسوه؟ يلا اخوتي خواتاتي، خلينا نوضح لكم الامور بشويه باش تفهموا القضيه من الاول، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا جميع التفاصيل، حيت هذا الموضوع مهم بزاف. غنبدا لكم دابا من الاول وغنهضروا على بلبل. كما كتعرفوا بلبن هي واحد الماركه اللي بزاف ديال الناس كيعرفوها وكيعجبهم داك الرز مثلا بالحليب والكريمات عندهم والمنتوجات ديال الحليب بنكهات مختلفه. نقدروا نقولوا عليها ماركه معروفه في العالم العربي وانتشرت بسرعه كبيره، ولكن ماشي ديما الشهره كتعني الامان. في مصر مثلا اللي هي البلاد اللي خرجت منها السلسله، الهيئه القوميه لسلامه الغذاء دارت مراقبه على بعض الفروع ديال بلبن ولقاو بعض المخالفات اللي خطيره. قالوا كاين مشاكل في التخزين، يعني المنتوجات ما كتخزنش بالطريقه الصحيحه، وزيد عليها لقاو بكتيريا ضاره اللي تقدر تسبب امراض للناس. وهادشي خلى الاعلام ديالهم كيخرج والناس بدات كتخاف. وزيد ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دخل في هذا الموضوع بنفسه. تصور معايا رئيس دوله كيدخل في محل ديال الحلويات، راه الوضع عندهم سخون بزاف، حتى داروا اجتماع عاجل باش يشوفوا شنو الحل وكيفاش يداركوه. وشركه بلبن ما سكتاتش، خرجت ببيان وقالت حنا مستعدين نتعاونوا ونصلحوا الاخطاء ديالنا ونرجعوا الثقه للناس. ولكن واش الثقه كتبقى سهل ترجع؟ هنا كاين نقاش. ندوزو دابا للسعوديه اللي هي حتى هي بلاد صارمه من ناحيه السلامه الغذائيه، سجلوا حاله تسمم وبسببها السلطات قرروا يوقفوا النشاط ديال بلبن مؤقتا عندهم في السعوديه. يعني ماشي غير مصر، راه حتى السعوديه القطرسه وسط هذه الزوبعه. وهادشي كامل اللي وقع في مصر والسعوديه خلى واحد السؤال كيطرح في دماغنا كمغاربه: واش نفس البراند اللي فشل في مصر والسعوديه يقدر يكون ناجح وامن في المغرب؟ دابا خلينا نقول لكم شنو وقع في بلادنا. هاد بلبن فتح الفرع ديالو في كازا في فبراير 2024 وبدا خدام مزيان، ولكن سرعان ما توقف مؤقتا، ماشي على المشاكل الصحيه ولكن على الرخص القانونيه خاصها تكمل مع الوفاء، واللي هي الجهه اللي كتشرف على سلامه الاغذيه في المغرب. وفي شهر مارس رجع النشاط ديالها ولات خدامه مزيان والناس كيجيو ياكلوا عندهم، ومن ديك الساعه ما تسجلت لا مخالفات لا انذارات لا والو، كلشي باين غادي مزيان. ولكن واش هادشي كافي؟ وانا خاصنا نكون نتاملوا شويه. اش خاصك انت كمواطن مغربي باش تثق في منتوج كتاكلو؟ واش غير انك ما سمعتيش عليه اخبار خايبه يعني راه مزيان؟ ولا خاصك تشوف المراقبه في الميدان؟ خاصنا نخرجوا من ثقافه ما كاين لا مشكل وندخلوا في ثقافه علاش ما كاينش مشكل وشنو كيدار باش ما يوقعش. هنا كيطرح سؤال مهم: فين هي الشفافيه؟ واش الشركات ملي كتوقع عندهم شي ازمه في دوله معينه خاصهم ما يجاوبش على تساؤلات المستهلكين في دول اخرى اللي عندهم الفرع ديال ديك الشركه؟ واش ما كانش خاص الفرع المغربي يخرج بيان رسمي ويوضح للمغاربه انهم مختلفين على باقي الفروع؟ حنا كمغاربه ما خاصناش نبقاو ديما نتسناو السلطات تجاوب، خاص حتى الشركه تحترم الزبون المغربي وتفسر ليه وتطمئنوا وتعطيه المعطيات. وواحد الحاجه اخرى مهمه هي فين هو الاعلام المغربي في هذا الشيء؟ قليل اللي ناقش هذا الموضوع وقليل اللي دار تحريات ميدانيه في المحل ديال بلبن، ولا مثلا سول الزبائن اللي كيجيو ياكلوا، ولا جاب لنا مثلا شي راي في سلامه الاغذيه. وانت اللي كتفرج فيا دابا، واش كتبغي تعرف المصدر الرسمي ولا غير كتاخذ المعلومه من تيك توك وانستغرام؟ واش الا سمعتي شي محل مشهور مثلا بدا كيتخلخل في دول اخرى كتبدا تشك انت ولا لا؟ واش كتحس ان المغرب دائما محمي؟ انا كنقول ان المغرب الحمد لله عنده مؤسسات رقابيه، ولكن حتى المستهلك خاصو يكون واعي ويدير الثقل ديالو ويدافع على حقه في المعلومه وحقه في سلامه المنتوج اللي كياكلو هو ووليدته. الموضوع ماشي غير بلبن، الموضوع اعمق من هالشيء. كيفاش نبنيو الثقه في منتوجات كتدخل السوق المغربي؟ واش كل شي براند مشهور يعني الجوده؟ واش كل شي جديد في السوق خاصنا نجربوه بلا ما نسولو ولا نحللو؟ خاصنا نوليو نطرحوا الاسئله ونسولوا الشركات شنو هما المعايير اللي كتحترموا، فين كتجيبوا المكونات، واش كاين مراقبه مستقله، فين هي نتائج التحليل، وشكون هو المسؤول الا وقعت شي كارثه لا قدر الله. دابا خلينا نسمع الصوت ديالكم، شنو رايكم؟ واش جربتوا بلبن في كازا؟ كيفاش كانت تجربتكم؟ واش كتامنوا بهذا البراند ولا كتفضلوا تشريو من محلات محليه اللي كتعرفوا مولاها وعارفين شنو زعما المكونات ديال المنتوج؟ خليو وراكم في الكومنتات. هذا النقاش مهم بزاف وخاصو يوصل لاكبر عدد من الناس، وطيعة الحال لايك ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.